بتكلم على النجوم المهريه والاسماء الكبيره. هو ليه جوه نادي الزمالك بيتعامل مع النجوم دي على مدار التاريخ؟ ادارات الانديه لا تجيد التعامل مع النجوم المهريين او اللي هم اصحاب شعبيه كبيره جدا. حضرتك كنت واحد من الناس اللي مريت بده. دلوقتي شيكابالا بعد 30 سنه من وقعه رضا عبد العال، النهارده شيكابالا بنشوف نفس المشكله، وحماد عبد اللطيف وحازم امام يعني في اسماء اللي هي اللعيبه المهريه بتبطل بشكل غريب. ليه؟ مع ان دول هم يعني الجمهور بيعشقهم. مش الجمهور بيعشق، الجمهور بيروح لهم الماتشات كمان بيعشقهم وبيروح لهم. انا فاكر كويس قوي ان وقت التمرين في الزمالك كان النادي بيبقى مقفول. طبعا عشان حضرتك وعلشان حماد عبد اللطيف وعلشان حازم امام. ولو الجمهور موجود دلوقتي هيبقى مقفول التمرين علشان شيكابالا طبعا. طب ليه بقى ادارات الانديه ما بتعرفش تتعامل مع الاسماء دي؟ يعني ليه انتوا بتدفعوا ثمن نجوميتكم وحب الناس مع ادارات الانديه؟ عشان ده بيبقى ناقص عندهم. بمعنى هقول لك على حاجه. تخيل كده شيكابالا، مصطفى فتحي، ايمن حفني، الثلاثه دول في الجيل بتاعهم ده هم اللي ياخدوا الفئه الاولى ولا واحد زي طارق حامد؟ يعني طارق حامد ليه جهد، بس دول احنا بنتكلم عن الموهبه بقى. ماشي. لا احنا بنتكلم يعني عن الموهبه. طبيعي ان هم يكونوا موجودين في الفئه الاولى وبعد كده يجي اي حد بعديهم، صح؟ طبعا. هم بيخافوا فكانوا بيدوا للراجل ده عشان له شويه دراويش وله شويه مواقع على النت. قيس بقى. لا انا بكلمك قيس على اللي هو اقل في الموهبه وبياخد حقه تالت ومتلت. انا بقول لك اهو اللي هو بيعرف يجيب حقه. مش بيعرف، هو مش بيعرف، هم اللي بيعرفوا ان ده غير ده. خفت والله. ماشي. مين اللي خفت؟ لا ولا حاجه، اتفضل. هم بيعرفوا. هكمل. ايوه، ما انا بقول لك دلوقتي شيكابالا، مصطفى فتحي، وايمن حفني، الثلاثه دول في الجيل بتاعه. الثلاثه ما يحصلوش العقد بتاعه. لو انت رجعت كده مش هيحصلوا العقد بتاع طارق حامد. طب بناء على ايه؟ ايه الحلول اللي عنده في المتعه اللي الجمهور يروح عشان يدفع تذكره ويتفرج على طارق حامد ولا مصطفى فتحي ولا ايمن حفني ولا شيكابالا؟ وكان محمد ابراهيم كمان من ضمن المواهب. بص، كل المواهب دي وحط كمان محمد ابراهيم معاهم، الاربعه مش هيجيبوا عقد طارق حامد. مين اللي بيحط الكلام ده؟ يبقى ما عندوش ضمير. يعني اللي بيحط النسب دي يبقى راجل ما لعبش كوره، ما عدتش الكوره عليه خالص، حتى ما لهاش علاقه بلعب ولا ما لعبش. لا رضا يعني النهارده حبيب قلبي ان لعيب زي شيكابالا ده، ما انا بقول لك اهو، مين اللي يصنع لك الفارق؟ مين اللي يصنع لك الفارق؟ هو شيكابالا، احمد عبد اللطيف، رضا عبد العال، محمد ابراهيم، صح، مصطفى فتحي. قلت لك ياخدوا دولت اعلى فئه، صح؟ طبعا. هتلاقيهم اقل فئه. وده قدرهم عشان الجماهير بتحبهم. شيكابالا في فتره من الفترات كان بيلعب ببلاش عشان كان بيتخصم منه الفلوس المستحقات بتاعته. ثانيه واحده في الحته دي، اللي بيتخصم منه ده مش المفروض ان هو بيتسدد؟ صح. هو قالها شيكابالا. ما انا بقول له، ما احنا قلنا قبل كده انا وانت هنا برضه. بالظبط. انا دلوقتي بيتخصم مني، فمفروض ان انا اوتوماتيك اتخصم مني بروح اسدد عشان صح. لما اجي اخر الموسم بدل ما يبقى عليا 500,000 بقى عليا 300,000. صح. الموسم اللي بعديه بدل ما 300 يبقى عليا 150. صح؟ صح. طب الفلوس دي راحت فين؟ لازم يرفع بيهم قضيه ويقول ان انا اتخصم مني والفلوس دي ما اتسددتش. مش هو دلوقتي نادي سبورتنج لشبونه مش بيطالب بحقه وكمان بالفوائد؟ طب الفلوس دي اللي اتخصمت من شيكابالا على مدار ال5 سنين اللي فاتوا في عقده راحوا فين؟ شيكابالا لازم يقدم. لازم اقول لان طيب الازمه دي هل ممكن تنتهي بالتصالح؟ لا طبعا. يعني انت لو ما كانش شيكابالا مش هتصالح لسبب. بص، كل اللي هو عمله قبل كده كوم، وشيكابالا ده خط احمر. هو كده لعب في عداد عمره بجد. دي نهايته بقى. ليه؟ ده معبود الجماهير، يعني معشوق الجماهير. ماشي. والراجل بقاله فتره بيلعب ما سمعنالوش اي مشكله، بل بالعكس السنه اللي فاتت هنا في ساعه ماتشات الدوري وماتشات الكاس بياخد كاس مصر وبيقول للعيبه، بيلمها بيروح للجماهير بيقول لهم الدوري يا زمالك. حصل وقعدنا نشيد بيه. هو ده الكابتن الواعي، هو ده الكابتن اللي عنده رؤيه مستقبليه، هو ولمم لك الناس. وبعدين اقول لك على حاجه يا اسلام، انت ما شفتش بقى الحاجات دي بجد يعني. ليه؟ او الناس يعني ما شافتش الكلام ده. دلوقتي مين كابتن الفرقه؟ شيكابالا. اقسم بالله اللعيبه ممرره حياته بسبب الفلوس. ايوه دي حقيقه، ممرره عيشته. انا بقول لحضرتك على واقعه حصلت في السعوديه ان اللعيبه كان بتطالبه هو بالفلوس. ده قبل السعوديه. هو ما يعني حضرش، هو ما حضرش الاجتماع ليه بتاع قبل السفر. لان اتوعد مره واثنين وثلاثه و10 الفلوس قبل السفر للبطوله العربيه هتكون في حساباتكم. فلما لقى ان مفيش فلوس راحت حساب. وانا كابتن عيره وانا كابتن منظر وخلاص؟ لا، ما اللعيبه بقول لك ممرره عيشته.
اللي بيشوفه سالم عليه فلوسي، اللي بيكلم، هو بيتكلم شيكابالا، وده كابتن الفرقه ده صح. يعني ما هو كابتن فرقه وشيكابالا فهو رمز، واخد بالك؟ التانيين بقى بيضحكوا عليه وبيكذبوا عليه وبكره بعده وبكره بعده، فالراجل شايل الهم، فقال لك بعد البطوله هقول عشان الكلمه دي. فطبعا لازم يتعمل مؤتمر ويجي يقول لك احنا عندنا 100 مكان 100 كابتن مكان. لا، مع كل الاحترام مفيش حد في الموجودين دولت كابتن زي شيكابالا من 10 سنين فاتوا. مفيش كابتن بجد. بص يا اسلام، شيكابالا فيه المواصفات اللي اولا القائد، وكل اللعيبه بتحبه وكل الجماهير بتحبه وكل المسؤولين بتحبه. هو بيطمن كل الناس وهو موجود في الملعب حتى لو ما بيلعبش، وهو قاعد على الدكه. ما انا بقول لحضرتك حتى لو ما بيلعبش. فالمفروض يعني حتى احنا في اول الموسم ده لما احنا قلنا لو شيكابالا عايز يبطل، بس احنا شايفين ان هو ما فيش قائد ان هو يسلمه الرايه ويقول له خد انت اللي هتبقى بعدي، عشان نقول ايه لا يبطل بقى، ما في اسلام وفي رضا، يعني يبقى في قواعد. ما فيش. انت يعني صبحي هيبقى كابتن فرقه ولا رؤى ولا لا؟ المواصفات بتاعت الكابتن دي اولا لازم يكون محبوب من اللعيبه، يعني اللعيبه بتحبه وبتقدره، ثم بقى بتيجي الموهبه في الاخر. طيب